اهلا بيكم. معاكم دكتورة هبة عبد العزيز، استشاري ومدرس الصحة النفسية بجامعة اسكندرية. لو انت من الاشخاص اللي لما تكون مع ناس وتروح تفضل تفكر اذا كنت رديت رد مناسب ولا لا، اللي قلته كان غلط، اتكلمت اكتر من اللازم، قلت كلام ما كانش مفروض اقوله، غالبا انت شخص حساس وقلق. سواء كنت شخص هادي وخجول او انطوائي شوية او حتى عندك درجة من الخوف او الرهاب الاجتماعي، هيساعدك كتير انك تعرف ده عن نفسك، علشان لما يتكرر تفكر نفسك انك شخص حساس وقلق. ومش شرط ابدا يكون الناس بيحكموا عليك، وغالبا ما تكلمتش غلط ولا اكتر من اللازم، وحتى لو ده حصل فغالبا الناس هتحبك برضه حتى لو عملت كده. وعلى فكرة، اوقات مهما كنت حريص، كلامك او تصرفك او حتى نظرتك ممكن يضايق حد من غير ما تقصد ولا تكون متعمد اطلاقا، فتلاقي انك ممكن تفضل تعتذر كتير، وده بيخليك في منطقة بره حدودك، بمعنى انك بتعتبر نفسك مسؤول عن شعور شخص تاني، وانك مضطر تخليه يحسن شعوره، وده مش مسؤوليتك، بل كمان ما كنتش تقصد اللي فهم، وده برضو مش مسؤوليتك. مش معناه انك ما تعتذرش خالص، بس كفاية لو حسيت ان شخص اتضايق من حاجة ما تقصدهاش انك تقول انا مقدر شعورك، بس انا ما كانش قصدي اللي فهمته، اللي اقصده كان كذا. وهو لو لسه متضايق خلاص دي مش مسؤوليتك فعلا. كتير بيحصل خلط بين الشخص الانطوائي او الخجول والشخص المصاب بالرهاب الاجتماعي. تعرف ازاي لو كان ده رهاب اجتماعي؟ الفرق هيهم في ايه؟ وايه الحلول اللي هتساعدنا؟ هنشوف مع بعض. الشخص الانطوائي بيكون عادة مرتاح لوحده ومستمتع بصحبة نفسه لحد كبير. الخجول مش بيفضل التجارب الجديدة في العموم، بس ممكن لو ضرورية او يتشجع عليها يعملها بشوية صعوبة. اما الرهاب الاجتماعي فله شروط، وضروري يكون الشخص دايما كده، والموضوع بقاله اكتر من 6 شهور على الاعراض ومسبب له عوائق في علاقاته وشغله ودراسته. والاعراض هي خوف من حكم ناس عليه بشكل سيء او انتقادهم ليه. الانسان ده مش سهل انه يروح مناسبة لوحده، وعادة ما يحبش ياكل قدام حد، حتى لو عايز يخرج ويكون مع ناس او يحضر مناسبة، الا انه خايف جدا من ده وقلقان انه يبوظ الدنيا، فبالتالي هيتفادى بشدة الحضور، ولو حضر هيكون في حالة قلق اكتر مما يستدعيه الموقف، حتى لو المناسبة دي مهمة جدا او برزنتيشن لازم يقدمها في شغله او كليته. الحالة اللي بيكون فيها تشبه الذعر، قلبه بيدق بسرعة، ممكن يكون مش عارف ياخد نفسه كويس، يعرق، يترعش، ما يكونش عارف يركز، وممكن بطنه توجعه او قولونه يضطرب في حالات كتير. المشكلة ان الحالة دي ممكن تحصل من قبل المناسبة اللي المفروض يحضرها بكذا يوم، مش شرط في وقتها بس. سؤال مهم: هل ممكن الإنسان اللي عنده رهاب اجتماعي يتعامل مع الناس عادي ويتكلم ويهزر في بعض الأحيان؟ الإجابة لو الناس دول قريبين له أصلا وعارفهم كويس، فبالتالي هيكون مطمن معاهم. لكن هتلاقيه مش كده لو مع ناس ما يعرفهاش كويس، ناس جديدة، وبالذات لو عدد كبير. هقول 5 خطوات لحل مشكلة التوتر في التجمعات والرهاب الاجتماعي. بما اننا اتفقنا ان الشخص المصاب بالرهاب الاجتماعي او القلق المفرط في المواقف الاجتماعية ده حساس وبيقلق ويلوم نفسه زيادة، فاول خطوة انه يهدي نفسه من غير فرض طريقة معينة تهديه. في ناس هيريحها تمارين استرخاء، غيرها هيفضلوا ان هم يسمعوا موسيقى او يتمشوا شوية. يعني اساليب الهدوء والاسترخاء ممكن يتكلم عنها في مرة واحدة. 2. مين قال ان الحاجة اللي بتخوفك لازم تتفاداها؟ علشان تكونوا عارفين مسارات العقل بتترسم حسب ما اتعودت، بمعنى انك لو اتعودت كل ما حاجة تخوفك ما تعملهاش، عقلك هيحس بالريليف، انه انا في امان دلوقتي، ما اضطريتش اعمل اللي مخوفني ده. المشكلة ان عقلك كون مسار بيخليه يتفادى اي حاجة تقلقه بعد كده، وده مش حل، لان في حاجات مش هنعرف نتفاداها، وساعتها القلق والضغط هيوصل لدرجة مرعبة. ومن ناحية تانية التفادي في موقف والتاني والتالت هترسي انك مش عايش. يبقى تاني خطوة هي قرار عدم التفادي. طيب طالما مش هنتفادى اللي مضايقنا،
او مخوفنا يعني هنتعرض له. ده ما ينفعش يحصل فجأة ولا من غير استعداد. فتالت خطوة استعدادنا لتحمل شوية شعور صعب علينا ووجع ساعة ولا كل ساعة زي ما بيقولوا. هنتمرن كمان نفكر نفسنا بجمل تساعدنا. ممكن جملة زي انا اللي قلقان زيادة محدش بيحكم علي، او لو هديت هرتب افكاري اكتر ومش هتوتر، او ايا كان اللي قلته فما ينفعش اغيره، لكن لو ما عجبنيش هتعلم اكررهوش. ممكن تفكر نفسك قد ايه هتكون فخور بنفسك انك اتحديت مخاوفك، او انك قابلت ناس، او حضرت ايفنت مهم، او حتى القيت خطبة بشكل محترف. 4. افتكر كام موقف قلقت منه وعدى احسن مما تخيلت. 90% من مخاوفك مش بتحصل، فعود نفسك تفتكر ده، مش عشان تخدع نفسك، لكن علشان كل ما تكون اهدى كل ما تتحكم في مشاعرك، وحكمك على نفسك هيكون كويس وبالتالي مطمن اكتر. بغض النظر عن اي حاجة، مش من حق حد يحكم على التاني اصلا، لكن بما اننا مش هنتحكم في الناس، فاللي يكون بالشكل ده هتكون مشكلته هو مش مشكلتك انت، وهيعمل ده مع الكل مش معاك انت بس، وغالبا مش هيعجبه حد، دي كمان مش مسؤوليتك. اخر نصيحة هقولها لك انك تحدد لنفسك خطة في المكان او الموقف او الايفنت الاجتماعي ايا كان، هيساعدك دايما تكون عارف هتعمل ايه وازاي، ومفيش مانع تعمل بروفا عليه. ده هيقلل من قلقك كتير. ولما تتخطى المواقف الاجتماعية اللي كانت قلقاك قوي، لو سمحت كافئ نفسك، ما تقولش دي كانت صدفة او جت كده. اللي قلته كان مجموعة طرق مبدئية هتساعدك، ولو لقيت نفسك محتاج مساعدة اكتر ما تترددش تطلبها من متخصص. انت تستحق تعيش مرتاح، تقدر تغير حياتك.